فرح إذا وحدة من القنوات عرضت عليك مبلغ كلش ضخم مقابل إنه تنزعين الحجاب، مستحيل. مستحيل. وصارت كثيرا ما قبلت أبدا. يعني هذا إيمان بالحجاب برأيك يعني لو مبدأ؟ من طفولتي أنا أؤمن بالحجاب ونرتدي هذا الحجاب، وهذا الحجاب أبا عن جد. يعني حتى الوالدة هسه خواتي كلها نفس الحجاب هذا، أؤمن جدا به وأؤمن أنه هذه العباية هي هوية. طيب القناة اللي عرضت عليك المبلغ المالي مقابل أنه تنزعين الحجاب، شنو كان ردك عليهم؟ قلت لهم الحجاب خط أحمر. قالوا ما بيها شيء، يعني بس شوية رتوش تبديلات. قلت لهم أنا أعتذر. ظلوا يعني يتفاوضون وياي، لكن بالفعل أنا مؤمنة أنه الحجاب خط أحمر. أكيد هو الحجاب خط أحمر، واللبس هو يعني هوية صعب الإنسان ينزع هويته. يعني جدا صعب. أي هوية اليوم من الصعب أنه تنزعيها من إنسان. برأيك الإعلام اليوم هو حر باختيار مواضيعه لو مؤجج؟ أنا ما أعتقد في إعلام حر. ماكو إعلام حر. ماكو إعلام حر. كل إعلام يهدف إلى قضية ويعالج قضية. إذا كانت قضية حقة وإذا كانت قضية باطلة، فما ممكن في إعلام حر. لكن أنا يعني تقصدين يعني برأيك إنه الإعلام المحلي لو العالم العربي؟ كل الإعلام بصورة عامة. يمكن الإعلام الحر الوحيد اللي شفناه على مدى التاريخ هو السيدة زينب عليه السلام. كانت ناطقة إعلامية باسم الإمام الحسين، وضحت مظلوميته. ما دون هذا في قنوات اليوم تسلط الضوء على جرائم الكيان الإسرائيلي، على جرائم مظلومية العالم، على مجاعات، على كوارث. أيضا إحنا نحتاج إلى هذا الإعلام. لكن تسأليني بالمجمل العام في إعلام حر؟ لا. خاصة بعض القنوات العراقية ووكالات وفضائيات أجنبية تبث سمومها للأسف على البلدان العربية وعلى لكن احنا نعيش يعني نظام ديمقراطي، مو من المفترض أنه يكون إعلامنا حر؟ أعتقد الديمقراطية في العراق صورة مزيفة جابوها الأمريكان. طيب